انا مبسوط جدا لاني حققت حلم من احلام الطفوله بصراحه، وهي اني عملت قصه متحركه يعني فيها انيميشن، والقصه دي انا اللي مؤلفها. والفكره اني عملتها بدون مجهود، يعني في 5 دقايق تقريبا، ده عن طريق موقع موشن. شوف بقى، انت تقدر تعمل فلوس حتى من الحوار ده، يعني بتمارس هوايه بتاعتك خصوصا لو بتحب الكتابه او التاليف، وفي نفس الوقت تكسب فلوس عن طريق انك تفتح قناه مثلا على يوتيوب وتنزل عليها القصص دي، وده عن طريق الذكاء الاصطناعي. مفيش داعي تطلع بوشك. وكمان ممكن تعمل فيديوهات تعليمية بأي لغة تحبها، قصص طويلة أو قصيرة برضو، أو تعمل محادثة بين شخصين بلغتين، يعني بالعربي والإنجليزي في نفس الوقت. المميز بقى إن موقع موشن أي حد يقدر يستخدمه بسهولة. تعالوا نشوف مع بعض إزاي نستخدمه بكل سهولة. هنعرض مع بعض الخطوات ببساطة جدا. أول حاجة هنيجي على جوجل هنا ونكتب هنا اسم الموقع وهو موشن، وبعدين نيجي على اول اختيار اللي هو ده، ولو ما عرفتوش تلاقوه هتلاقوني حاطط لكم اللينك في الوصف في اول تعليق. هنضغط على اول اختيار اسم الموقع، هيفتح معانا الواجهه دي. هندوس على كلمه لوج ان اللي هي فوق دي، هنضغط عليها، وبعدين يا اما تدوس هنا ساين اب فور فري وتسجل الاكونت بالتفصيل، يا اما تدخل بديسكورد او جوجل. انا هدخل بجوجل، ايميل الجيميل بتاعك يعني. وبعدين دي الواجهه او الصفحه الرئيسيه بتاعه الموقع. اول حاجه جنرال كرييشن، دي بتاعه الفيديوهات الطويله، يعني لو هتعمل فيديو يوتيوب طويل مثلا او قصه طويله. تاني حاجه فيسلس شورت فيديوز، دي للفيديوهات الشورت بتاعه اليوتيوب او الريلز بتاعه الانستجرام او الريلز بتاعه الفيسبوك. تالت اختيار بايلينجوال ستوري، يعني قصه بلغتين، يعني مثلا بعربي وبالانجليزي تعملها بالاتنين. بايلينجوال دايلوج، دي برضو محادثه تعملها باللغتين براحتك جدا، بالاي اي هيبدع لك فيها ان شاء الله. الاختيار ده الفوتو كولج، دوت بيدمج لك مجموعه من الصور مع بعض. الاختيار بقى اللي انا عايز اوضحه النهارده وهو الاسلامك ستوري، القصه الاسلاميه. هنضغط عليها في الاسلامك ستوري، يا اما تخليه هو يبدع بنفسه يا اما يوز ماي كونتنت. انا بصراحه بفضل الاختيار اللي هو يوز ماي كونتنت. هنيجي بقى ببساطه على تشات جي بي تي، نكتب له مثلا انشئ لي قصه اسلاميه عن اهميه الصلاه بسيناريو ممتع، فهو ما شاء الله جاب لي السيناريو كامل اهو. وننسخ القصه بتاعتنا، تمام. هنعمل كوبي وبعدين بيست في يوز ماي كونتنت. كده نسخنا القصه الاسلاميه بتاعتنا اللي احنا عايزينها من شات جي بي تي، او ممكن انت تكتب السيناريو اللي انت عايزه براحتك جدا. هنا هتحدد اللغه اللي انت عايزها، وانا بصراحه بفضل ما يكونش فيه افاتار، فانا هختار دي. في الريشيو بقى انت هتختار 16:9 اللي هي بتاعه اليوتيوب، يا اما 9:16 اللي هي بتاعه الريلز الانستجرام، وهكذا. 1:1 اللي هي بتاعه البوست. فانا هنا عايز انزلها فيديو على يوتيوب، فانا هختار 16:9. النقطة اللي بعدها الفيجوال ستايل، يا اما بيكتشر يا اما ريترو كوميكس، وفي كلاي ارت وكرتون. انا بصراحة عايزها فوتو رياليستيك، فانا عايزها واقعية. وبعدين هضغط على فوق دي اللي هي جنريت. كده بيجهز المشاهد. كده المشاهد جهزت في دقيقة تقريبا. انت ممكن تمسح اللي انت عايزه، التفاصيل اللي انت مش عايزها، وتضيف التفاصيل الخاصة بيك، مفيش اي مشكلة، وهو هيعملها برضو بالاي اي. في هنا بقى اهم اوبشن وهو الانيميشن، اللي انت تحرك الصور دي وتتحكم فيها، وده بيميزه عن المواقع التانية. انا هنا بصراحة هختار اختيار اللي هو انيميت اول، عشان انا عايز احرك كل الصور عشان تبقى قصة تفاعلية وتشد المشاهد بشكل احسن. كده خلص انيميشن لكل المشاهد، وبعدين ندوس على نيكست. نيجي بقى للاوبشنز المميزه للموقع اللي هو بيديها لك بعد الانيميشن. اول حاجه هتلاقي التايتل او العنوان، عندنا الشكل ده الشكل ده او البرتقاني، انا هختاره بالشكل ده. عندنا تاني حاجه اللي هي السب تايتل او الترجمه او الكابشن اللي بتظهر هنا، عندنا كذا شكل برضو، وليكن مثلا انا هختار الشكل ده. النقطه اللي بعدها اللي هي الثامبنيل او الكفر اللي بيظهر للفيديو من بره. النقطة اللي بعدها تختار مثلا العنوان يظهر ايمج كده لوحده، ولا بلاك باك جراوند يعني بخلفية سوداء، ولا وايت باك جراوند اللي هي بخلفية بيضاء. انا اختار الاوبشن الاول ده. النقطة اللي بعدها اللي هي سين افكتس، اللي هي المؤثرات اللي بتيجي في المشاهد. عندنا ميني زوم، كين بيرنز، شيك اللي هي الاهتزاز. انا هختار ميني زوم مثلا، الافكت اللي هو يتحط في الفيديو. النقطة اللي بعدها السين ترانزيشنز اللي هي الانتقالات ما بين المشاهد. عندنا فيد ان وفيد اوت، عندنا سلايد اللي هي تيجي بالشكل ده، عندنا سبليت روتيت اللي هي تتشقلب بالشكل ده، عندنا شيك بلير برضو يعني بلير مع اهتزاز. انا اختار الترانزيشن بتاعي يكون فيد ان وفيد اوت. النقطة اللي بعدها اللي هي الفويس اوفر، وفي اوبشن سبيد اب ممكن تخليه اون او ممكن تخليه اوف. وهنا الصوت بتاع الفويس اوفر عايزه تخليه لو ولا ميديوم ولا هاي، انا هخليه ميديوم. صوت الفويس اوفر بقى عايز تخليه بصوت مين، يعني شاكر هنا من مصر. وبيقول لك برضو الطريقة اللي بيتقال بيها الصوت، يعني في formal, pleasant, expressive, determined, confident,
engaging ولا deep voice، الطريقة حتى بيقولها لك. فدي ميزة كويسة جدا. عندنا مثلا شاكر هنا من مصر، صوت فاطمة من الإمارات، جمال من المغرب، إسماعيل من الجزائر، وهكذا. النقطة اللي بعدها ال AI افاتار، عشان تخلي الافاتار مثلا يشرح الحاجات اللي بتتم في الفيديو. في هنا نو افاتار، ما تحطش افاتار خالص. فيجر ليفت اللي هو الافاتار يتحط ناحية الشمال بالشكل ده، او فيجر رايت، او ممكن تخليه في سيركل ليفت بالشكل ده، او سيركل رايت. انا هخليها مثلا نو افاتار بالنسبة لي. النقطة اللي بعدها ال AI ميوزك، مثلا هختارها هنا لو. هنا برضو في شوية ساوند تراكس ممكن تحطها از باك جراوند للفيديو. ممكن مثلا نختار اوتومان ميوزك 2. وبعدين بعد ما نخلص الاوبشنز دي هنضغط على الاوبشن ده. ما شاء الله الفيديو خلص تحميل في دقيقة تقريبا. ممكن هنا برضو اوبشن جميل جدا اللي هو نعمل له داونلود او تنزيل على الجهاز عندنا ونتفرج على القصة اللي احنا عملناها. فانا هضغط هنا على داونلود. تعالوا بقى نتفرج على القصة اللي احنا عملناها مع بعض. في مدينة كبيرة كانت هناك مدرسة جميلة على أطراف المدينة. كان يوسف يقضي معظم وقته في الألعاب مع أصدقائه، يركض في الشوارع ويذهب إلى الحدائق ويشاهد التلفاز، لكن في كل مرة يسمع فيها الأذان كان يحاول أن يتجاهله. لم يكن يشعر بأهمية الصلاة، بل كان يراها عبئا عليه. في يوم من الأيام كان يوسف جالسا مع صديقه سامي الذي كان يحب الصلاة ويحرص عليها. قال سامي: هل تعلم يا يوسف؟ الصلاة هي أفضل وقت في اليوم. في اليوم التالي عندما جاء وقت صلاة الظهر، قرر يوسف أن يرافق سامي إلى المسجد. كان مترددا في البداية، لكنه قرر أن يعطيها فرصة. الإمام وبدأ يوسف يحرص على أداء الصلاة في وقتها. أصبح يشعر بالقوة والإيجابية في حياته. كان يلعب ويذاكر بتركيز، وعلاقته بأصدقائه تحسنت، وكانت حياته أكثر سعادة. وفي يوم من الأيام بينما كان يوسف في المسجد، نظر إلى السماء وقال: أشعر بأن حياتي قد تغيرت، وأن الله قريب مني في كل صلاة. زي ما شفنا عملنا قصة بروفيشنال بالشكل ده، يعني وفرنا وقت ومجهود. وزي ما وضحت لكم تقدروا تستخدموه في اكتر من حاجة وهيفيدكم جدا بإذن الله. بالمناسبة الموقع عامل مسابقة ممتازة. كل اللي عليك بعد ما تعمل مقطع الفيديو اللي صنعته عن طريق موقع موشن انك تنزله على تيك توك، انستجرام، اكس، تنزله على الهاشتاج اللي ظاهر لك ده. ولكن لازم تعمل كده قبل يوم 20 مارس، فالحقوا شاركوا. وافضل 3 فائزين هياخدوا بطاقة هدايا امازون بقيمة $100. مهم جدا عشان تاخدوا خصم 25% على الاشتراك. تستخدموا الكود ده، وهحط لكم كل اللينكات اللي هتحتاجوها والكود في الوصف. ما تنسوش تشوفوا الوصف. وبس كده يا ابطال، يا رب اكون افدتكم بالموقع الاحترافي ده. كان معاكم دكتور عمرو البركي. سلام عليكم.